بعد ما عملنا نواعم العيد زي معمول العيد وبسكوت العيد، وعملنا الكحك السادة والبيتفور اللي هو بدون زبدة اللي هو الاقتصادي جدا. قلنا بقى الحاجات بقى أغلبية الحاجات خلصت في البيت، فأنا ما عودش فاضية بقى في العيد ان انا اشتري طلبات ولا اي حاجة. لازم اجهز شوية مشتريات كده وشوية فاكهة وخضار وطبعا ملوحة العيد والترمس وكل ما يخص الطلبات اللي احنا بنستخدمها في العيد. فنزلت كده جبت الطلبات ونتشارك مع بعض الأسعار وكل حاجة. بس أهم حاجة متنسيش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اللي احنا بنقدمه. أول حاجة بس بما إن احنا في آخر رمضان وكده مفاضلش غير 3 أيام، كل سنة وانتم طيبين. فأنا جبت بقى كيلو بس واحد بانيه ب150 جنيه. بس قلت يكفيني يعمل وصفتين او 3 وبعد العيد بإذن الله نعمل ميزانية مع بعضينا ونجيب طلبات الشهر كلها. يعني دوب بس جبت كيلو واحد ب150 جنيه. جبت كده شوية فاكهة يا دوب بس ال3 أيام من العيد بس، وبعد كده بإذن الله هشتري تاني. كانت الفراولة عاملة 25 جنيه الكيلو. بس الفراولة جميلة وصابحة وفريش خالص. جبت بس كيلو واحد تفاح. التفاح كان عامل حوالي 76 جنيه. التفاح الأصفر اللبناني ده جميل جدا ومسكر. يعني أنا بفضله عن التفاح البلدي، بس رغم كده إن هو سعره غالي شوية. يعني الكيلو كان عامل 6 حبايات بس. أنا ما حبيتش أكتر، أولا عشان سعره غالي، تاني حاجة عشان خاطر إن أنا بعد العيد بإذن الله هجيب مشتريات الشهر كلها. وجبت بقى اليوسفي، بس هو مش اليوسفي البلدي اللي هو تقريبا اللي بيسموه اليوسفي أو الاستفندي الصيني. كان الكيلو ب9 جنيه بس. يعني هو كان صراحة سعره رخيص، لأن أنا شفت الاستفندي أو اليوسفي البلدي بره عند الفكهاني وكده كان ب10 جنيه. بس أنا لما جربته كان طعمه مسكر جدا، فلو شفتيه ما تقلقيش إن هو مش بلدي وكده. بالعكس مسكر أكتر من الاستفندي البلدي. جبت الترمس بقى، طبعا ما ينفعش عيد الفطر من غير ترمس، وهنعمله مع بعضينا بإذن الله. بس إن جبته ما جبتوش من العطار، جبته من السوبر ماركت. كان الترمس عامل ده تقريبا نص كيلو. كان عامل 65 جنيه ونص. طبعا سعره غالي يعني، اما عند العطار طبعا هيكون ارخص. جبت بقى الحمص او البليلة. هنعملها برضو بنفس، مش هنعملها حمص شام، لا هنعملها بنفس طريقة الترمس كده، هنبلها ونحطها ونسلقها ونحطها بملح. كان الحمص ب73 جنيه ونص. جبت الجبنة المبشورة وجبنة الموتزاريلا. دي تقريبا يعني كانت تقريبا اقل من نص كيلو. كانت عاملة 174. كنت بقول لكم في الوقت ده ان طبعا في العيد لازم نعمل بيتزا وكده عشان خاطر ما نشتريش من بره دليفري ولا حاجه ونسعد اولادنا. فدي البيتزا اللي انا عملتها قبل كده، يا ريت تتفرجوا عليها تعجبكم جدا. كنت مستخدمه الجبنه دي، وكنت عامله ميكس بينها وبين الجبنه دومتي اللي لونها اخضر. فكتير كان بيسالوني على ازاي كانت بتمط معايا كده. جبت 2 ازايز عصير، الواحده ب7 جنيه ونص، الاتنين عملوا 15 جنيه. ده عصير بيست حلو قوي وتحس فريش جدا يعني. لو عايزه تجيبيهم لاولادك في العيد حلوين قوي. احنا قلنا يعني هنفرح اولادنا بطريقه ابسط حاجه يعني. جبت بقى المكرونات، كانش في مكرونه خالص بسبب رمضان، طبعا استهلكنا من كل المكرونات الموجوده. بس جبت كميه قليله، جبت 2 فرن اللي هي ماركه لمتنا دي، كان سعرها يعني متوسط. تقريبا كان الكيس ب11 جنيه. وجبت الصغيره دي بتاعه الكشري لو هنعمل كشري في العيد وكده. هنبعد يا جماعة عن اللحوم والفراخ والكلام ده، نعمل بيتزا نعمل كشري. نعمل حاجات خفيفة كده، طبعا هناكل ملوحة وفسيخ طبعا. دي اللي هنعمل دي لسان عصفور، قلت لو هنعملها شوربة مثلا. كل كيس ب11 جنيه. فانت لازم تنزلي كده تجيبي شوية حاجات، يعني تحسي ان انت مطمنة كده ان معاكي، لو العيال جاعوا في العيد ولا حاجة ما نحاولش نشتري من بره. فممكن تعملي اي حاجة، تعملي بيتزا تعملي كشري تعملي لو في فراخ بانيه ولا حاجة. بقى جبت حمام الكريم ده حلو جدا.
المنك طبعا منك مصري ومنتجاته حلوه قوي، شامبو، كريم شعر، كل منتجاته حلوه قوي. ده كان حوالي تقريبا كيلو ب53 جنيه. بس بينعم الشعر جدا جدا جدا، يعني حلو قوي. يعني لو هتعمليه مثلا بعد شامبو كده، تسيبي شعر على الشعر نص ساعة، وتلبسي مثلا طاقية ولا حاجة، حلو قوي، مش محتاج كوي ولا اي حاجة. دي بالنسبة للصبغة، هي بني غامق، يعني دي بالت انا بقول لكم في الوقت ده ان هي تونسي، يعني صنع تونسي، مش مقاطعة. دي كانت الصبغة ب106. جبت كيس رز واحد، لو هعمل كشري برضو زي ما قلت لكم. جبت من ماركة الضحى. جبت ازازة خل ب12 جنيه، عشان خاطر لو احطها على البصل ولا احطها على الفسيخ ولا الملوحة، ولا اعقم بيها الحوض ولا حاجة بعد ما اغسل حاجة. دي كنت بقول لكم ان في ده برطمان ملوحة تقريبا كيلو الا ربع، ده مخلي ومفهوش شوك ولا اي حاجة. كنت جايباه من فسخاني، تقريبا كيلو الا ربع، عامل 100 جنيه. حتى متبله، يعني حاطط فيه شطة وملح وحاطط فيه كل حاجة. بس كانت الملوحة يعني مستوية جدا، يعني مزبدة قوي. فنعملها بطريقتين، ممكن نحطها في طبق كده ونحط عليها ليمون وزيت وشطة، وممكن نضربها في الخلاط كده مع طحينة. فممكن نعملها بكذا طريقة زي ما انتوا شايفين، لونها فاتح وجميل قوي. دي ملوحة يا جماعة، مش فسيخ. اللي ما يعرفش الملوحة، هي دي الملوحة بالظبط. دي بالونات بقى، كانت ب10 جنيه. طبعا لازم يوم الوقفة كده نزين البيت ونفرح الأولاد. كان فيها 10 بالونات ب10 جنيه. بس كلهم لون واحد. كان نفسي يبقى مختلفين الألوان، بس للأسف السوبر ماركت كان كله لون واحد. بس كنت بقول لكم بقى ان انا جهزت كده البوكسات بتاعة الفاكهة عشان خاطر ما تفسدش مني وتقعد معايا لغاية العيد. حطيت مناديل كده، مناديل مطبخ، ورصيت فيها الفاكهة على طول. اوعوا يا جماعة تحطوا الفاكهة في التلاجة بالأكياس بتاعتها، بتبوظ على طول، أو على الرخامة، لا. لازم نحطها في كده في بوكسات كده، ونحط تحتيها مناديل وفوقيها مناديل. بس أنا من رأيي ما نغسلش الفاكهة، يعني نغسلها أول ما نبدأ ناكلها على طول. يعني حاولت كده، يعني جبت كل، يعني الأول كتبت ورقة باللي ناقصني قبل ما أنزل، وكتبت كل حاجة يعني اللي أنا محتاجاها. حاولت يعني أجيب من كل حاجة حاجة بسيطة. يعني بس اللي كان ناقص معايا ان انا نسيت اجيب الفول السوداني، عشان خاطر اعمل، يبقى عملت حمص وفول سوداني و... وترمس. بس هنزل اجيبه برضو. وكده حطيت اليوسفي برضو. يمكن مشتريات بسيطة، بس انا قلت لو في يعني نازلة تشتري ولا حاجة، تكوني فاكرة ايه مثلا اللي ناقصك اما تشوف الفيديو. انا عارفة ان كل الاسعار صعبة على الناس، وبعد عمايل الكحك والبسكوت وكده، وكانت الاسعار مكلفة. بس انا قصدت ان انا اعمل كل الحاجات العيد تقريبا بالسمنة وبحاجات اقتصادية، وبيضتين بيضتين بس. لو متفرجتيش على الوصفة، يعني وصفات، يا ريت تدخلي على وصفات وتتفرجي عليها، وبإذن الله تكون إعجابك، وطلع أحلى من كمان من بسكوتات الزبدة والمنتجات بتاعة الزبدة. سلام عليكم.